ازاي تخلي 2024 أحسن سنة في حياتك؟ طبعا كلنا داخلين، يعني ده هينزل حرفيا في أول يوم السنة أو آخر يوم السنة القديمة. إيه اللي أنا بنحط أهداف، أو معظم يعني في الميجوريتي مش بيحطوا، بس في ناس بتحط أهداف. للأسف من الناس دي 1% بس بيحقق الأهداف. ليه؟ عشان أسباب كتير. أول حاجة إن أنت بتحط الأهداف في أول السنة، بتحطها وأنت بتبقى شغوف بقى سنة جديدة وواحد جديد ونيو يير نيو مي وحاجات كتير أوي. بس للأسف بتكتشف إن أنت بتشتغل عليها ماكسيمم أسبوعين أو أسبوع، والعزيمة بتاعي خلاص ما بقدرش أكمل. علشان كده يعني أنا هقولك على حاجة تخليك إن شاء الله تحقق الأهداف. أول حاجة هي إزاي أحقق الأهداف، أو إزاي أحط الأهداف. كلنا عارفين SMART: specific, measurable, SM achievable, relevant و timed. يعني إنها تبقى حاجة specific محددة وليها وقت محدد، وأنا حاجة أقدر أحققها، وحاجة واقعية. في ER كمان. easy to start، حاجة سهلة إن أنا أبدأها. لأن معظمنا بنحط الهدف أنا السنة دي أجيب امتياز، أو أنا السنة دي أخلص كتاب وهخلص 50 كتاب. تمام، بس يعني إيه أنا هخلص 50 كتاب؟ هنفك ال50 كتاب دي، نشوف كام كتاب في الشهر، نشوف كام كتاب هيبقى في الأسبوع، وأقسم عدد الصفحات. فأنا مفروض بقى اللي أنا هعمله النهاردة إن أنا مثلا هقرأ 30 صفحة ساي. فهي دي البوينت بقى، إن أنا مفروض بدل ما أخلي الحاجة إن أنا هعمل حاجة كبيرة، لأ أنا هبسطها لأصغر حاجة أنا هبدأ بيها النهاردة. أنا عايزة أخد الدكتوراه، ده هدف لوحده. زي مثلا إحنا في الامتحانات، أنا عايزة أخلص المادة دي كلها. طول ما أنا شايفاها أنا هسوف لغاية ما اتزنق في الآخر مش هلحق ألمها، وللأسف ده بيحصل معانا كلنا. لا، هي السهل إن أنا عندي كام شابتر، كل شابتر هياخد مني قد إيه، أنا المطلوب مني النهاردة قد إيه. وهي دي البوينت، إن أنت هتصغر وكل حاجة. طبعا لما بتحقق الحاجة دي المفروض إن أنت بتكافئ نفسك عموما. الار الأخيرة اللي هي سمارتر، الار الأخيرة ريفيود، أو اللي هي إن أنت بتدي فيدباك لنفسك. يعني من الآخر بتعمل إيه، تغذية مرجعية، أو إن أنت بتراجعها كل شوية. وهي دي البوينت، إن أنا يعني حصلت معايا ان انا حطيت اهداف وانا نسيت ان انا حطيت اهداف، ورجعت حط اهداف جديده يعني، او اصلا نسيت هي بتتكلم عن ايه، او انا كاتبه ايه في اهدافي اصلا. فانت محتاج ان انت كل فتره تعملها ريفيو. يعني انت هتعمل خطه السنه، المفروض بتعمل ريفيو. آه في الشهر بقى تحط كمان اهداف. تعمل ريفيو كل اسبوع بقى، وكل اسبوع بتعملها جدول، لان عشان تمشي على الخطه دي كلها. يعني الموضوع محتاج عزيمه، بس طول ما هو كان سيستم، وكل ما هو كان مرتب، كل ما هو كان أحسن. انا اتكلمت كلام كتير. ايه الخلاصة؟ الخلاصة ان انت هتحط اهداف في السنة، هتخلي الاهداف دي، يعني الهدف الكبير ان انا هحصل على جسم رياضي في السنة دي، يعتبر نوعا ما كويس يعني. انا هخلصه في الاخر، لان انا كل يوم انا محتاجة ان انا اتمشى لمدة نص ساعة من تمارين رياضية ايا كان هي ايه، لمدة نص ساعة. خلاص خلصت يعني كل يوم، او لمدة 3 ايام في الاسبوع كده يعني. هنظم الاكل بتاعي. دي برضو جملة عامة. لا، انا مثلا هبطل البيبسي والشيبسي والحاجات اللي ملهاش لازمة دي، وهبدأ ان انا اكل سلطة مثلا كل يوم. فهي دي الحاجات من الاخر كده، ان احنا نخلصها بحاجات هدف اسهل ان انا اقدر اعملها. تاني اهم حاجة ان انا اعمل لها ريفيو. انا كل اسبوع ممكن تكتب على الكالندر، او ممكن تفكر نفسك ان كل اسبوع انا هراجع الاهداف دي. ولازم المراجعة لازم. ويا ريت تكون عقلاني شوية وانت بتحط الاهداف. يعني ما تقولش مثلا ان انت هتحفظ القرآن كله السنة دي. وعلى فكرة انت لو فكرت فيها، يعني القرآن كله 604 على 365 يوم، يعني يعتبر صفحة ونص في اليوم. التارجت مش صعب، بس يعني انا جربت للأسف والموضوع ما نجحش. خليك تكون عقلاني شوية في وضع الأهداف، وتبقى عارف نفسك انت هتقدر تحققه ولا لا. ما تحطش حاجات لنفسك فوق طاقتها ما تقدرش انت تحققها فتتعب نفسك. وحاول اقعد مع نفسك. اقعد مع نفسك ان انت تكلمها. انت ممكن تبقى قاعد مع نفسك بتفكر في الناس، بتفكر في اي حاجه. لا، اقعد مع نفسك وحاوري الحوار. انت يا نفسي عايزه تعملي ايه السنه دي؟ عايزه تحتفلي بايه في نهايه السنه الجايه اكون انا حققته؟
في حاجة اسمها عجلة الحياة. عجلة الحياة بتتكون من 9 حاجات، وفي حاجة كده أهم حاجة. المهم ال9 حاجات دي: النفس اللي هي السول، الاجتماعيات وهنقسمهم ل3 اللي هم عائلة، أصدقاء، والزوجة. الماديات وهنقسمها الفلوس والشغل. وبعد كده التطور وهنقسمه للجسم والعقل، وتطور السكيلز يعني. فانت اعمل دايرة كده معايا وشوف انت كل واحد يعتبر بتدي حقه قد ايه. النفس اللي هي الروحيات، اللي هو علاقتك مع ربنا. ايه هدفك اصلا؟ يعني انت عايز تكون الناس يفتكروك بايه، او انت في مخيلتك كده best version of you، اللي هو إيه امثل شخص منك، الشخص الامثل بالنسبة لك شكله ازاي؟ يعني انت عايز تبقى شكلك ايه؟ انا بالنسبة لي الصراحة الماديات معايا مش ظابطة خالص. نفسي محتاجة ان انا اقويها شوية. جسمي برضو محتاج ان انا اظبطه كويس. في حاجات كتيرة، وكل الحاجات دي علينا المفروض ان احنا هننمي بعض ونشوف ندي نفسها كام سكور من 10 مثلا. والسنة الجاية احنا عايزين ان احنا نكون كلهم يعني فل I hope يعني. اهم حاجة بقى، اهم بوينت في دول كلهم هي الاستمتاع. هل انت، او بمعنى اصح السعادة، هل انت سعيد في حياتك؟ ولو سألتني ايه السعادة وايه الاستمتاع، ودول الاتنين حاجة مختلفين. السعادة هو استمتاع زائد رضا. ممكن الاستمتاع انت ممكن تبقى مستمتع جدا بس مش راضي، وهو ده الفرق بين ان انت مستمتع. انت ممكن تبقى مستمتع ومش سعيد اصلا. انت هتقول ازاي يعني مستمتع ومش سعيد؟ هقولك ببساطة حاجة بتحصل معانا كلنا او بتحصل لي انا. ممكن ابقى عندي دراسة كتير، عندي امتحانات، وانا بحاول ان اجل الامتحان واخلي عليه هرب ان انا اتفرج على اي فيديو على يوتيوب، او اخرج مع صحابي، او اعمل ايا كان اي حاجة. انت بتبقى مستمتع في نفس اللحظة، بس في نفس اللحظة مش سعيد، قلقان. مثال تاني: الشخص اللي بيعصي ربنا هو بيبقى في قمة المتعة، يعني هو بيعمل حاجات ممتعة جدا، بس للأسف هتلاقيه غير سعيد في حياته. فالسعادة بقى ان هو انت مستمتع زائد الرضا، الرضا بقى عن الحياة. وهتلاقي دايما الاستمتاع دايما مع ربنا. وصدقني هتلاقي نفسك مستمتع مع الشغل. يعني بالنسبة لي أخدت أسبوع كده راحة ما كنتش بعمل فيه أي حاجة، ريلي ما كنتش مستمتعة خالص، ولا مستمتعة ولا سعيدة حتى. يعني أنا كنت بقضي وقت بقى بعمل حاجات للأسف هي مضيعة للوقت، وحتى ما كنتش بلاقي منها حتى المتعة اللي كنت بلاقيها زمان. فلما بتشتغل في حاجة وتاخد كورس وتاخد الشهادة بتاعته أو تاخد حاجة، يبقى كمية إنجاز كده، بتبقى فرحان جدا على فكرة، وحاجة لذيذة قوي. فأنت شوف نفسك كده بالنسبة للاستمتاع عندك قد إيه. وعايزة أقول حاجة، إن أنت لازم يبقى في يوم تفصل فيه عن الدنيا. تفصل فيه عن الشغل، تفصل عن كل حاجة، اللي انت لو ماخدش اليوم ده هتلاقي بقية الأسبوع اللي انت جاي فيه باظت. هختم النهاردة بمقولة بحبها قوي: be okay with what you can do because there's so much you can do. ما نركزش على الحاجات اللي احنا ما نقدرش نعملها، لأن في حاجات كتير احنا في ايدينا نعملها، وقس على كده حاجات كتير قوي. عشان ما اطولش عليكم، سلام.